أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الاثنين محادثات مع رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، واتفق الجانبان على زيادة تعزيز التعاون في مجال الطاقة. أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حرص بلاده على تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي لإيطاليا في مجال الطاقة، والتزامها بدورها كمورد موثوق للطاقة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبفضل الجهود المبذولة من قبل البلدين، حققت التبادلات التجارية نتائج جيدة في مدة قصيرة، حيث بلغ حجمها 16 مليار دولار في عام 2022. من جانبها، أوضحت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني إن بلادها تنوي أن تحقق مع الجزائر شراكة تعزز التقدم والنمو مستقبلا، والإسهام في تطوير المنطقة المتوسطية، مضيفة أن إيطاليا تعتبر الجزائر شريكا هاما لها في إفريقيا. وتم توقيع عدد من مذكرات التعاون بحضور مشترك لكل من تبون وميلوني في نفس اليوم.